لما الإنسان ينساق ورا نزواته وشهواته ويعمل الغلط ويبقى عارف إن الغلط ده حرام ويتمادى فيه، لازم في الأخير تكون نهايته بشعة. وده اللي هنعرفه في جريمة محاسن. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونبدأ عشان وقت حضراتكم. القصة بدأت بست اسمها محاسن. محاسن دي جوزت وهي صغيرة جدا، جوزت راجل من الناس المدرسين بتوع الخليج دول، فجوزت وقضت يمكن أغلب عمرها في دول الخليج مع مستقرة مع زوجها. فجت خلفت بنتين، البنتين دول كبروا وهي كانت متجوزة صغيرة قوي واتجوزوا وبقت جدة. فالمهم جه زوجها اتوفى، فلما جه زوجها اتوفى قالت انا هنزل بقى استقر في بلدي وهدور على اي بيت اشتريه واستقر. فاولادها قالوا لها ما تقعدي معانا واستقري واحنا مع بعض اهو وملناش حد هنعرف مين واحنا طول عمرنا عايشين هنا يعني. قالت لهم لا انا خلاص هستقر وهشتري بيت وهقعد فيه وانتوا بقوا انزلوا لي اجازات يعني. فبالفعل نزلت واشترت بيت حلو كده، دورين عامل زي الفيلا الصغيره كده، واستقرت فيه وهي كانت مبسوطه جدا. طبعا هي دي كانت حياتها يعني، وعملت جزء من الصداقات واتصاحبت على الناس اللي كانت تعرفهم قدام وبقت تعيش حياتها. فمشكله الست محاسن دي بقى مش هي دي المشكله الاساسيه، مشكلتها انها كانت بتسد حاجتها، او بمعنى اصح بتنساق لنزواتها، لانها ست برضه مهما كان لسه صغيره، لان زي ما احنا عارفين هي اتجوزت صغيره. فالمهم كانت بتعرف اللي هي نظام الناس على النت، اللي هي النزوات، بتسد حاجتها، تتعرف على ده، تحس بقيمتها مع ده. فهي الوضعيه المقرفه اللي احنا بنشوفها دي يعني مقرفه قولا واحدا يا جماعه. فالمهم في احد المرات وهي كانت في الوقت ده كانت مثاره جدا جدا يعني شهوانيا بمعنى اصح، فجه مندوب مبيعات من اللي هما بيلفوا في مستحضرات تجميل، بيلفوا على البيوت بيعرض المنتج اللي معاه. فجه بالصدفه دخل فخبط. ففي الوقت ده الواد ده كان اسمه محمود وكان شكله حلو يعني، كان جنتل كده يعني. فهو فتحت فبتكلمه، فهي بصت له كهيئه في الوقت اللي هي كانت مفيش يعني، كانت زي ما بيقولوا كده، احنا بنقولها بالبلدي كده على اخرها يعني. فدخل محمود قالت له اتفضل. استغرب اول مره حد يقول له ادخل، فدخل فقالت له اتفضل، فجابت له زي عصير. هو في الاول قلق يعني وخاف. المهم قالت له انا هشتري كل البضاعه اللي معاك وانا لوحدي بصراحه انا حاسه بوحده. فالمهم بسرعه يعني زي ما تقولوا الموضوع، محمود حتى نفسه لما شافها اتبهر لانها كانت جميله فاتبهر بيها، فالموضوع ما خدش وقت، فالاتنين حصل بينهم بعض علاقه مره واحده كده على طول، لان هي كانت في وضعيه على شعره زي ما بيقولوا كده. فالمهم مع الوقت ابتدوا يتعرفوا على بعض بعد العلاقه، خدت رقمه وقالت له انا اللي هبقى اتصل بيك وقت ما احتاجك، وبالفعل نشأ بقى منها. فسابت خالص موضوع النت وموضوع التعارف وموضوع بقى الكاميرات والكلام ده كله، واتجهت بقى لايه، لمحمود ده. خصوصا ان محمود لما عمل معاه علاقه كان هو شاب طبعا ومش متجوز، فكان عنده ايه زي ما تقول ايه، لقيت فيه الشباب بمعنى اصح، او لقيت فيه اللي هي محتاجاه. فمره واثنين وثلاثه، وكان محمود بيستغل عن طريق الممارسه الرذيله او الزنا معاها ده ان هو بياخد منها مبالغ طائله، وهي مبسوطه جدا طبعا، فكانت بتديله فلوس كتير يعني. كان يجي ببضاعه تاخدها منه كلها، بس بعد كده ما بقاش يجي بقت بتديله فلوس نظير ان هو بيقضي معاها يعني وقت يعني. وبالفعل جه قعدوا مع بعض فتره لدرجه ان قرابه السنه كمان، سنه مع بعض. فجه محمود عمل مبلغ كبير لدرجه انه اشترى شقه يعني. جه محمود ده اشترى شقه، وكان بيحب انسانه اللي هي من سنه، فقال لك انا هرتبط بيها واخطبها، وبالفعل خطبها. فجت طبعا جت اللي اسمها محاسن دي بتتصل بيه، فابتدى يقل يعني، او بمعنى صح ساعات ما يردش، ساعات يرد يقول لها مش فاضي، ساعات يروح ما يبقاش في دماغه او ما يبقاش ليه مزاج في الحاجات اللي زي دي. ليه؟ هو شبع يعني، هو كان رايح، هو كان هدفه الفلوس. فلما عمل المبلغ اللي هو يخليه يقف على رجله او يخليه يتجوز، فبالتالي سابها خالص. فهو طبعا برضو مقلق منها، برضو عارف انها ست غنية ومبسوطة وما يعرفش وراها ايه. فالمهم كان ليه واحد صاحبه اسمه باسم، فجه باسم ده بيكلمه بيقول له يا عم انت رايق واشتريت شقة وخطبت، في ايه يا عم؟ قال له هقول لك بس الكلام ده ما يطلعش بره عشان ما ننضرش. قال له ايه؟ فحكى له، قال له في واحدة انا بصراحة من المحافظة كذا، وانا انت عارف ان انا كنت شغال مندوب باخد بضاعة بنزل اسوقها في مناطق معينة، فدي اللي طلعت من نصيبي، وهي ايه، فرطة وبتدي فلوس، بس اهم حاجة هي نظامها يعني بتحب زي ما بتقولوا يعني سوري في اللفظ الجنس او الكلام ده يعني. فالمهم باسم ده بقى كان يعني زي ما تقولوا كان اصيع من محمود. قال له فين يا عم؟ ما
تقلقش، ده انا هروقها، ده انا هخليها ايه. فالمهم وصف له كل حاجه. ليه محمود وصف له كده؟ عشان هي تبعد عنه، او بمعنى اصح عشان هو عارف ان لو عرفت واحد غيره هتبعد عنه خالص او هتسيبه. وبالفعل راح برضه نفس الحوار وعمل انه مندوب رغم انه ما كانش مندوب، وطلع وخبط. فالمهم وهي اول ما فتح هي صدته، قالت له مين؟ قال لها انا مندوب وببيع كذا. قالت له لا مش عايزه، جايه تقفل. فوهي بتقفل الباب قال لها على فكره انا اعرف محمود، ومحمود انا اعرفه واعرف كان بيعمل ايه هنا. فالمهم اول ما قال يعني اول ما باسم ده قال لها الكلمتين دول اتخضت استغربت، قالت له طب خش. فدخل قعد يكلمه ايه بقى وقال لك ايه؟ ابدا ما قاليش حاجه والله، هو قال لي ان حضرتك ست جميله طيبه محترمه، ومحمود تعبان بصراحه والايام دي ما بيقدرش ان هو يتحرك وكده، فقال لي لو انت عوزتي حاجه يعني من مستحضرات التجميل اللي انا جايبها وكده. فالمهم هي طبعا مش هبله او معبيطه، هي فهمت الموضوع ده. وباسم كان بقى طول بعرض وكان ايه ونظام اللي كان بيشرب يعني. فالمهم جابت له برضه عصير وقعدوا مع بعض، وهو باسم اللي خد الخطوه يعني. فحصل بقى بينهم علاقه. فاول ما حصل بينهم علاقه هي نفسها نسيت حاجه اسمها محمود ده خالص. ليه بقى يا جماعه؟ لان في اللحظه دي او في الوقت ده باسم كان عامل حسابه، واخد بقى اللي هي مقويات، واخد الحاجات زي دي. فعمل زي ما بيقولوا كده، انا اسف في اللفظ بس ده في صلب الموضوع يعني، عمل اداء رهيب خلاها انها تنسى اي حد. فبس قعدت فتره واتنين وتلاته، ابتدى باسم ياخد منها فلوس برضه وتديله فلوس في نظير برضه الحاجه اللي زي دي. فالمهم مع الوقت وبعد فترات قعدوا مع بعض كام شهر كده. فالمهم هي بتتصل بيه يعني، قعدت فتره ما تتصلش بيه، اسبوع اتنين تلاته. هي ايه الست دي؟ ايه شافت حد غيري ولا ايه؟ لا ده دي كنز بالنسبه لي، لا. فالمهم قرر ان هو يروح لها. فلما راح باسم وهو طالع، وعشان هو الشمال اخرته وحشه وحظه فقر، كان الجيران مبلغين ان في ريحه وحشه. فلما بلغوا كانت الشرطه رايحه تشوف في ايه. ففي اللحظه اللي هو كان موجود فيها ورايح ويخبط كان الشرطه برضو راح. فالمهم هو بيخبط ونازل فلقى الشرطه، فالشرطه مسكته وطلعوا يكملوا. فبيفتحوا الباب بيكسروه، فلقوا الست ايه زي ما تقول مرميه بقيتها بقى لها ايه 3-4 ايام مرميه على الارض ومفيش خالص، تكاد تكون هتتعفن يعني. فالمهم الراجل الواد اتخض بص كده، انا ما عملتش حاجه انا. فسحبوه طبعا على اساس ان هو اللي قتلها بقى وكده. فجم سحبوه وحكي لنا وانت قتلتها ليه وانت منين. فعرفوا طبعا ان هو من محافظه تانية، وعرفوا فقال لهم طبعا الراجل مندوب وبقى بيهبر. فالمندوب مين؟ فتحروا عنه لقوا ان هو لا مندوب ولا حاجه، وقالوا لنا احكي لنا بقى. فطبعا هو لما جه قعد معاهم حكى لهم والله دي كانت تعرف واحد اسمه محمود، وهو كان مندوب فعلا وكانوا مع بعض في علاقه. فمحمود حب يخلع فقال لي اروح انا مكانه وعشان بتدينا فلوس والكلام ده، وهو ده والله اللي حصل، وانا والله ما قتلتها ولا حتى في نيتي اعمل حاجه ولا اقدر حتى اعمل حاجه. فالمهم طبعا جم حابسينه. فجت بقى التحريات وجت الشرطه عايزه تعرف ايه اللي حصل وايه الست دي مين اللي قتلها. طالما طبعا جابوا محمود، يعني جابوا محمود مع باسم، طالما ان الست دي محمود واللي معاه ده ما قتلوهاش، امال مين اللي قتلها؟ ده هي ما تعرفش الاتنين دول مع التحريات اللي عملوها يعني. فالمهم ابتدوا يتحروا وياخدوا ويرفعوا البصمات اللي كانت موجوده، وياخدوا بصمات اللي هو محمود وباسم. لقوا ان ما فعلا ما فيش بصمات خالص ليهم، ما فيش اي بصمات او اي حاجه خالص توحي ان هم دخلوا الشقه او هم حتى قتلوها. حتى كانت في بصمات على وهي بيخلعوها تقريبا اللي قتلها كان بيخلعها الذهب، وكان زي ما تقولوا بيتحرك حوالين حاجه ده. فكان في بصمات غريبه لكذا شخص، فما طلعوش ان هو محمود وباسم بس، برضو محبوسين متحفظين عليهم. فابتدت التحريات، ومن هنا بقى ابتدت الشرطه تبص لموضوع الكاميرات. ابتدوا يراجعوا بقى في منطقه، وخصوصا المنطقه دي منطقه راقيه. فابتدت فعلا الشرطه تشوف الكاميرات وتراجع الكاميرات من ايام طويله وعن محلات اللي هي موجوده دي. فبصوا لقوا في المنطقه في الوقت ده في كان 3 شباب بيترددوا او بييجوا ناحيه البيت كده ويوقفوا يفضلوا يبصوا. فالمهم هم ما دخلوش ولا عملوا حاجه. فالمهم لما لقت الشرطه ان في 3 شباب بيترددوا دايما على المنطقه دي وواقفين دايما قصاد البيت ده يظبطوا الكاميرات او يعملوا الكاميرات، والشباب دول كانوا واضحين يعني ما كانوش مغبين وشهم ولا حاجه. فجم يبصوا للكاميرات، فجه فعلا بالليل الكاميرات المحطوطه ده، فلقوا فعلا بالليل الساعه حوالي 2 بالليل والدنيا ضلمه، وكان واحد فيهم اللي ظهر كان كله مخبي وشه ما عدا واحد بس اللي اكتشفوه، وهو ده السبب اللي جابهم يعني. طلعوا فعلا وهم اللي قتلوها، وهم اللي خدوا سرقوا الذهب وسرقوا الفلوس كتيره اللي كانت موجوده. ليه بقى يا جماعه؟ لانه عرفوا بالعلاقه اللي هي مع باسم ومحمود دول. فلما شباب المنطقه عرفوا طمعوا فيها، مش طمعوا فيها كست،
لا ده هم طمعوا في الفلوس وعرفوا انها غنيه، وعرفوا انها كانت قاعده في الخليج فتره ومعاها فلوس، فهم طمعوا انهم يعني يقتلوها ويستولوا على الفلوس دي. وبالنسبه طبعا الثلاثه جم واخدوا اعدام الثلاثه، وبالنسبه لمحمود وباسم كل واحد فيهم اخد سنه سجن. ودي قصه يا جماعه من ضمن القصص. ولو جينا بصينا للقصص دي يا جماعه بتتكرر كتير. يعني احنا لما بنيجي نسرد القصص اللي زي دي ما بتتكررش في مصر، ده بتتكرر في جميع الدول العربيه. يعني القصة دي اتكررت برضو، حصلت في المغرب وحصلت في العراق وحصلت في تونس، وطبعا بتحصل في مصر أكيد. لكن نوعية القصص اللي زي دي بتبقى مشكلة كبيرة. وفي قصة قبل كده حصلت الموضوع ده، بس حصلت ان هي اللي قتلته. يعني حصل قبل كده في قصة ان الست هي اللي قتلت عشيقها ده. ليه؟ لما عرفت ان هو بيخونها فهي اللي سحبته وهي اللي جرته وهي اللي قتلته، عشان خاطر ايه؟ عرفت ان هو بيخونها. فنوعية القضايا اللي من النوع ده يعني غريبة جدا. يعني انت ست في ايديكي كل حاجة. دايما بنقول يا جماعة مفيش حاجة تعيب الست انها تتجوز، ومفيش حاجة تعيب الراجل انه يتجوز. ليه الشمال؟ يعني انا بسأل دايما السؤال ده، ليه الست الغنية المبسوطة ليه ما تتجوز؟ يا ستي انت خايفة مثلا في الجواز، اتجوزي والعصمة في ايديكي. مش عجبك طلقيه، سيبيه، اتعاملي كده. يعني اتجوزي كتير، لكن تبقى تحت مسمى ومرمى ومصمع البشر كلهم. ليه الخيانة وليه الشمال وليه نمشي غلط وليه الزنا وليه ممارسة الرذايل، الحاجات اللي البشعة اللي زي دي. ودايما يا جماعة قاعدة ثابتة بنقولها، زي ما فيش جريمة كاملة زي ما فيش شمال اخرته حاجة نظيفة. إذ يعني انا بسأل سؤال دايما لأي شخص من الشباب اللي هو بيضعف وبيبيع نفسه لحاجة زي كده مجرد الفلوس، انت منتظر ايه؟ حتى لو كسبت فلوس من ورا حاجة زي كده وخدت الفلوس دي واستقريت وما حصلش مشاكل، منتظر الفلوس اللي انت خدتها دي هتعيش بيها كويس؟ منتظر ان انت هتعمل بيها نشء كويس؟ منتظر ان انت هتتبسط بيها؟ ابدا، مستحيل. لازم عقاب ربنا هيعاقبك على الفلوس اللي خدتها بالحرام. انت خدت فلوس عن طريق زنا. وانت كست، اي ست تتفرج عليا او اي واحدة بتفكر او اي حد عموما من اخواتنا، انت او اي بنت بتفكري ازاي؟ يعني انت بتفكري ازاي كست؟ لما انت فاكره لما تكلمي حد على النت ويحصل اللي بيحصل القرف اللي بنشوفه ده، او بتتعرفي على حد تروحي له او يجي لك، انت شايفه ان لو الموضوع ده فضل على طول انت شايفه ان اخرته هتبقى كويسه؟ مستحيل. يا اخرته انك هتتفضحي، يا اخرته ان حد هيطمع فيكي لو انت غنيه، يا اخرته ان انت هتبقي مسخه بالنسبه للمجتمع اللي انت عايشه فيه. فده اللي احنا بنقوله دايما يا جماعه، شويه عقل. يعني لو كل انسانه او انسان فكر بعقله عمره ما يفكر في حاجه زي كده. يا ستي قلنا 100 مره، انت عايزه حاجه اتجوزي، ملوش دعوه يعني الزنا. وليه؟ ليه؟ اصل مفيش مبرر. يعني احنا لو جينا نبرر للست دي حاجه زي محاسن وغيرها كتير مش هنلاقي مبرر. مبررك انت ست غنيه، بناتك متجوزه، معاكي فلوس، عندك بيت، عجبك شخص اعرضي عليه الجواز بالفلوس، حلال. عجبك شخص اعرضي عليه الجواز، اتجوزي عرفي بس الناس تبقى عارفه. طب ليه؟ انما كده والمزاج والكلام ده كله اخرته كده يا جماعه. فربنا رب يعافينا من الفتن اللي زي دي فتن والله يا جماعه، وربنا يسترها على شبابنا وعلى بناتنا وعلى نسائنا من الفتن اللي زي دي. واللي وصل معانا لغايه هنا يا ريت يا جماعه شهر المحتوى ده، عشان في ناس كتير يعني شيطانها بيسوقها، بالذات في خصوصا بالنزوات والشهوات اللي من النوع ده. فيا ريت نشيره عشان الناس تستفاد. واللي وصل معانا لغايه هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. واشوفكم القضيه الجايه او القصه الجايه، والسلام عليكم.